السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل وخارج أرض الوطن. معكم دافيد في قلب الحدث ومن جديد. ماذا يقع في درب الجدران؟ الإخوة والأخوات اللي متبعين الفيديوهات ديال قناة دافيد في قلب الحدث، فأنا صورت لكم مؤخرا واحد لا فيديو على درب الجدران. صورت لكم الزنقة واحد رقم 19 اللي جا مقرر الإفراغ والهدم، اوتوماتيكوم من موراها جات واحد العمارة اللي تتشكو منها الساكنة، اللي تقولوا آيلة للسقوط، ومره تطلع لهم تفرتيت وشويه التراب. ومؤخرا خرجوا قالوا سمعوا تخرشيش في هذه العماره، واتصلوا بالجهات المعنيه او الجهات المسؤوله او السلطات. خرج واحد من احد الساكنه البارح بالليل قال لهم شوفوا، قال لهم راه ما كاين لا تخرشيش لا صداع لا والو. هذا الشخص هو ساكن تقريبا في هذه العماره ذو 4 طوابق، ساكن تقريبا ما بين 3 سنين 4 سنين. الساكنه والمعلومات اللي عندنا شنو تتقول؟ بانه الناس المقيمين الحقيقيين في هذه العماره الاكثريه ديالهم خرجوا استافدوا. الاكثريه خرجوا استافدوا، واحد النسبه قليله منهم مسنين ومنهم شي ناس اخرين اللي باقي ما خداوش حقهم في الاستفاده. المهم السلطات ارتأت بانه احسن حل لهذه العماره هو تقوم بعمليه الهدم. افكتيفمون اليوم وفي هذا السويع اللي دازت فبدات عمليه الهدم لهذه العماره، حفاظا على السلامه ديال الساكنه اللي وسط العماره، وحفاظا على السلامه والساكنه المجاوره او الجيران ديال هذه العماره. خوتي خواتاتي غنخليكم مع مجموعه من مقاطع الفيديوهات التي توثق عمليه الهدم، وغنشوفوا ايضا حضور افارقه عاملين وعمال في عمليه الهدم. فلاحظتم مؤخرا ان الافارقه ولينا نشوفوهم في الجارديناج، يعني تيخدموا في الجراد وفي الحقول في مجموعه من البلايص، تيخدموا في البناء في لا كونستركسيون. حتى انا شفتهم فراشات في البناء، وتيخدموا عاوتاني في لي سونتر دابيل، تيخدموا في البيع والشراء، كاين اللي تيخدموا في الحلاقه، كاين اللي تيخدموا في كاين اللي طلاب جاو يتعلموا جاو يقراو، كاين اللي جاو يديروا مشاريع، يعني دي بيزنسمان. يعني افارقه ولينا تنشوفوهم حاضرين وبقوه في الدوله المغربيه. والانسان اللي كان تيخدم وتحترم البلاد وتحترم الشعب ديال ديك البلاد وما تاذيش الناس فمرحبا به، علاش لا؟ احنا المشكل عندنا غير مع الافارقه اللي ما يحترموش المواطنين والمواطنات، واللي تيجيو تيديروا الجريمه بحال في اوروبا. راه اي مهاجر تيدير الجريمه راه ما تعطلوش 1 2 3 تيصيفطوه للبلاد، ولا تيصيفطوه فين يطربوا من بعد تلقى طياره تسناه البلاد. خوتي خواتاتي السؤال الذي يطرح نفسه، واش هاد عمليات الهدم اللي جات لضرب الجدران واش هي واحد البدايه ديال واحد السلسله ديال مجموعه من عمليه الهدم اللي غتطرق على ضرب الجدران؟ هذا هو السؤال اللي خصكم تفكروا فيه. وثانيا ما تنساوش ان مجموعه من الكوريات علموهم. عندنا الكوري ديال ضرب الانجليز اللي قالوا لهم راه نهار 15 شهر 12، يعني 15 في هذا الشهر وجدوا راسكم. الكوري يدير عليه قال لا 15 في شهر 12 وجدوا راسكم. وعندنا دابا الكواره حدا العماره اللي قايله للسقوط والسلطات عطات الامر بالهدم، عندنا واحد الكواره تما عاوتاني في درب الجدران حتى هما غادي يتحيدوا. يعني الكواره اللي وسط المدينه القديمه او وسط البيريمتر ديال المحج الملكي فغيكون المسار ديالهم الهدم ثم الهدم. خوتي خواتاتي غنخليكم مع مجموعه من الفيديوهات، ولكم ايضا التعليق. ولا كنتي باقي ما اشتركتيش في قناه دافيد في قلب الحدث، ما تبخلش علينا بواحد الاشتراك، بواحد الاعجاب، بواحد التعليق زوين بحال وجهكم، اي بوركوا با لو بارطاج. ميرسي بوكو. واش نتوما مستعدين؟ ليتس جو. واخيرا السلطات تقرر هدم العماره ذات الثلاثه او 4 طوابق. كيف ما تشوفوا معنا الحاله البنيانيه هشه ضعيفه. كيف تشوفوا معنا العماره شاربه الماء، تقريبا 70% ديال الحيط ديالها فهو شارب نسبه كبيره من الماء.
لذا فهي أصبحت تتشكل واحد الخطر على الساكنة اللي في الدار وعلى الجيران حتى هما اللي قراب من هاد العمارة. أفارقة خدامين في عملية الهدم، واللي فايت هضرت عليهم في واحد الفيديو سابق في شارع بوردو ملي سولتو من جهة الصناعة التقليدية، واحد ورشة أشغال اللي بانوا لي فيها أفارقة خدامين على راسهم. فمؤخرا ولينا تنشوف الافارقه خدامين في مجموعه من الاشغال، سواء الجارديناج سواء لا كونستركسيون. يعني البعض منهم راه مندمج داخل الدوله المغربيه، بالاضافه الى كاينين هناك ناس طلاب، كاينين ناس خدامين، كاينين ناس مقاولين، كاينين ناس بيع وشرايه. كل واحد كيفاش تيدبر على القوت اليومي ديالو. ليسونسيال غير ما يديرش المشاكل وما يتعداش على المواطنين والمواطنات. فالمغرب معروف بالتعايش ديالو والتلاقح ديالو مع مجموعة من الثقافات والأعراق والأديان. كيف تشوفوا معنا أفارقة خدامين في عملية الهدم، وأنا مرارا صورت لكم فيديوهات اللي تبانوا فيها أفارقة خدامين في البناء، في أشغال، في ورشات وأشغال البناء. كيف ما تشوفوا معنا منازل ضعيفة وهشة البنيان داخل المدينة القديمة. يعني اوتوماتيكمون ملي تتوصل الشتا والبرد فهي تبدا طيح دار بدار، الزنقة بالزنقة. كيف تتشوفوا معنا حضور القوات المساعدة، حفظ مساحة الأمان، وضع حواجز لمنع المارة من المرور